الرحيم. إلى لالا بادي ولد سالم، إلى الصوت الذي شق شموخ الجبال وجال شعاب الوديان وجاب آفاق الصحراء لتلتحم ببقاع الأرض، إلى الصوت الشجي المجلجل الذي حلق في آفاق البكار فوجد له صدى في ربوع العالم، إلى أيقونة فم إمهاخ، إلى ربابة الحرف وملكة التند وعازفة الكلم وسيدة الأمنيات، إلى الأم التي احتضنت الثقافة والتراث فهدهدتهما وتعهدتهما بكل حب وحنان، فارتقت بثقافة إمهاخ وموسقتها وأهدتها للعالم في أبهى حلة وعمان. ترحل الأجساد ليظل العالم شاهدا على المآثر والإبداع، ترحل لالا بادي ليظل فن إمهاخ سائلا عنها، وليظل التندي متطلعا للقائها ليعانق صوتها المتفرد، ويظل ينتظر إطلالتها الجميلة ليبوح بأسراره إليها وحدها. وما عسانا أن نقول إن ما قاله سيد الأنبياء إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن بفراقك يا لالا بادي لمحزونون. إن لله وإن إليه راجعون، ولا يسعنا إلا أن نتقدم لعائلتها الكريمة بأسمى وأصدق عبارات المواساة والتعازي، وندعو الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، وأن يغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ونرجو من الله أن يلهم أهلها وذويها ومحبيها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. استسمح المنشطة حتى خديجة